واتقي شر الحبيب إذا كذب. يكذب مرة ونسامح، يكذب مرتين ونسامح، والثالثة ونسامح ونسامح ونسامح، وكأن الطعنة في قلب من حديد. ليش الفرص عندنا وكأنها شربة موية؟ ليش في كل مرة أحد يغلط فينا نسامحه باسم حنا متسامحين، حنا طيبين؟ في عيون الناس هذا كله ضعف وغباء. نسينا أنه في هالزمن في ناس إلا من رحم ربي يشوفون اللي يسامح أكثر من اللازم ضعيف، وأن اللي يعفو جدا غبي وما يعرف قيمة نفسه، وانت عايش الدور. نسينا انه الفرصة اللي نعطيها الناس هي قطعة منا، ويمكن قطعة من قلوبنا نحطها بيد كل من هب ودب، وكل من هب ودب لا زال يجرح ويغلط ويخذل ويخون، ويدري في كل مرة انه راح نسامح. المتى وحنا نرضى فينا؟ متى ننتظر الكذبة الثالثة عشان نبتعد ونغادر هذا الشخص؟ متى نعتمد قرار الغلطة الأولى هي اللي ثابتة ونقول من اليوم الأولى ثابتة؟